السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الخطأ اللي كيديروه بزاف ديال السائقين، وهذا الخطأ كيتعلق بحزام السلامة. بزاف ديال الناس اللي كيديروه بطريقة خاطئة. كاينين بعض الناس شنو كيجيبوا حزام السلامة كيدوزوه من هنا وكيركبوه في البلاصة تاعو، يعني كيبقى دائما راكب في المكان ديالو. فاش كيطلعوا للسيارة كيدير بهذه الطريقة بحال هكا، صافي هو دار حزام السلامه. هذا كيحميه فقط من رجال الدرك ولا من الشرطه. واخا ان رجال الدرك والشرطه راه بداو كيراقبوا هذه القضيه، يعني كيهبطوا كيشوفوا واش كاين الحزام ديال البطن، ان كيكون واحد الحزام هنا واحد الحزام اخر في البطن. بداو كيراقبوا وكيحضيو هذه القضيه. دابا هذه الطريقه علاش كيديروها؟ يعني انه كيجيهم ساهل باش يحيدوا حزام السلامه ولا يردوه على هذه الطريقه، ولكن ما عارفينش الخطوره ديال هذا الامر. فاش كنديروا على هذه الطريقه، يعني في شي حادثه لا قدر الله، سواء اصطدام ولا انقلاب السياره، شنو كيوقع؟ فاش كنكون داير الحزام بطريقه صحيحه كيكون الحزام هنايا في البطن، وهذا الحزام يعني الاندفاع ما كيكونش، يعني الجسم تاعي ما كيخرجش خارج السياره. ولكن ملي كنكون دايرو بهذه الطريقه فقط هذا الحزام ديال الصدر، فإنه في وقت الاصطدام فكيكون الاندفاع ديال الجسم فقط من الأسفل، يعني الجسم كيخرج فقط من الأسفل، وهنا هذا الحزام كيبقى شاد في هذه المنطقة. ومنين كيخرج الجسم من الأسفل هذا الحزام راه كيولي بحال شي سيف وكيمكن يذبح الإنسان. الله يحفظنا ويحفظكم كاملين. فقط بغيت ننبه لهذا الأمر، وكنتمنى أنكم تبقاو ديروا الحزام بطريقة صحيحة، لانه ما غاديش ياخذ منكم واحد الوقت اللي هو كبير. ونتمنى تقبلوا مني هذه النصيحه، وان شاء الله حتى نتلاقاو في شي فيديو جديد بحول الله. الى اللقاء.